من الشباب الواعد في مجال التصوير الفوتوغرافي وليد. الكل أكد إن لقطته مختلفة ومعبرة. استفاد وليد من فكرة الحداثة والعراقة اللي بتتجسد في شوارع وناس بورسعيد، وقدر يخرج من حيز البورتريه لعالم أرحب وأوسع معبأ بالتاريخ والحكايات. وإن كان البورتريه علامة مميزة لأعماله وجولاته داخل وخارج بورسعيد، يعني تلاقي الطفولة والبراءة، وتلاقي تجاعيد الزمن على وشوش نماذج من البشر. استفاد وليد كمان من اللي سبقوه في مجال التصوير في بورسعيد، وطور من نفسه باستخدام التقنيات العلمية الحديثة للكاميرا والعدسة، كمان توقيت وبدأت أمارس التصوير بشكل تلقائي، يعني بحب وشغف غير عادي. في بورسعيد هنا برضو أنا متربي في مكان، بورسعيد جميلة وفيها جو أوروبي قوي، والمنطقة اللي أنا متربي فيها في بورفؤاد فيها الجو ده قوي، فطبيعي أي واحد يعني عنده الموهبة عينه تتاخد في الحاجات دي. فطبيعي لقيت نفسي باخد الكاميرا وبصور اللي حواليا من بورسعيد، من أماكن بقى الشروق على البحر، من أماكن الفيلات اللي في بورفؤاد، من أماكن قناة السويس، لأن أنا برضو متربي هناك، والنادي والبحر وحاجات بالشكل ده. فأنا اتأثرت بالجو ده عموما. يعني من ناحية تانية برضو أجدادي شغالين في مهن البحر في الأساس، والبنبوطية، وأجدادي بنبوطية كلهم، فاتأثرت قوي برضو بالجو ده، لأن ورثنا عنهم الحكايات والجو ده، فتلاقيني معجون بجو بورسعيد قوي يعني. فمع الفن فكان طبيعي ان انا يعني اشتغل في الاتجاه ده. ايه الموضوعات اللي بتشدك قوي في الصورة او في المكان عشان تصور؟ هل التاريخ ولا التصميم ولا الزمن ولا ايه؟ اللي انا بصور بورسعيد اليوم بروح التاريخ وبروح الماضي، لان زي ما انت قلت الكوزموبوليتان اللي كانت متعدده الجنسيات والثقافات، بورسعيد كانت اكتر مدينه كوزموبوليتان في العالم في اول القرن العشرين، ودي حقيقه. فليه اثار الكلام ده، ليه اثار في البلد، وليه اثار فيا انا طول ما انا ماشي في البلد وعايش الجو ده. فده طلع بقى في الشغل معايا. بصور صوره النهارده بصورها بروح الماضي، بروح من كانوا هنا ومضوا، بالرغم ان هم الصوره ما فيهاش بني ادمين، بس ممكن اللي واقف يقول لي انا شايف في البلكونه دي الناس اللي كانت واقفه فيها من 100 سنه، والناس بتحس الكلام ده وبتقوله لي يعني. فاعتقد دي الروح اللي انا شغال فيها طب انت اخترت لنا ليه المكان ده علشان نتقابل فيه المكان احنا على شارع البازار، من اهم الشوارع في بورسعيد، السوق من اهم الاسواق، كان سوق الفرنج زمان، سوق الاجانب، من الاماكن العتيقه في بورسعيد. القهوه دي قهوه ابو طرايه في مكان شارع ضيق، فيها دفى، فيها حياه يعني. من زمان بنقعد فيها انا واصحاب الفنانين والشعراء والادباء. وليد انت بتحكي بشغف قوي عن بورسعيد، ما جاتلكش فكره انك انت تسافر تهاجر تعيش بره؟ تشتغل بره؟ جات لي وانا في سن الجامعه وحاجه زي كده. ما يخفيش عليك ان الوضع مثلا كشاب الاقتصادي او كفنان، المعاناه اللي بيعانيها الفنان في البلد ان هو مش قادر يحقق ذاته او مش قادر يحقق حلمه في البلد. احنا ماشيين عكس الاتجاه وعكس التيار، احنا بننادي بالعوده للجمال والعوده للتراث والعوده للقيمه عكس التيار. فالتطور ده كان بيسبب لي احباط في فتره شديد جدا، فكرت كتير في موضوع السفر والهجره، بس في الاخر وصلت للعكس كده يعني. في الاخر وصلت لا، اللي انا افضل هنا واللي انا احارب من اجل الشيء اللي انا مؤمن بيه يعني. التكوينات والمناظر الطبيعية جاهزة وبتستنى عين الفنان وعدسة الكاميرا. بعض التكوينات ثابتة في مكانها وصعب تتحول أو تتحرك، وهنا براعة الفنان في اختيار الزاوية واللحظة والضوء أو الظل المناسب. أما التكوينات المتحركة زي حركة وسكون إنسان أو أكتر صعب تتكرر تاني، وهو ده هم الفنان الأول، ازاي يصنع من الوضع المؤقت بورتري ثابت طول الوقت على هيئة صورة لإنسان. يعني المنظر ده تشوفه كتير جدا، والبورسعيدية أجمل حاجة بيقفوا كلهم في المعدية يأكلوا طيور النورس دي بالعيش على طول دايما، يعني حاجة هتلاقيها متكررة جدا. دي فيلات بتاعت بورفؤاد. يعني فعلا أي حد بيشوف اللقطة دي ما يتخيلش إنها في مصر أصلا، دي في سويسرا أو في اليونان أو في حاجة زي كده يعني. دي برضو نوادي هيئة قناة السويس، والمعدية طبعا توصل بورسعيد ببورفؤاد. مبنى هيئة قناة السويس اللي هو اتعمل في أواخر القرن ال19، وطبعا الطراز بتاعه يعني يعتبر أثر يعني. معرضك الأخير بقى اللي هو بورسعيد تراث نحميه، ده بالتعاون مع الأليانس الفرنسيس في بورسعيد هنا.
اللي هو فكره التراث المعماري في بورسعيد، اللي هو ثروه قوميه فعلا وهو تراث عالمي. بورسعيد فيها كوكتيل غير عادي بحر متوسطي من التراث المعماري اللي هو بينهار كل يوم بيت ورا الثاني، واللي هو موضوع مؤلم لينا جدا كبورسعيد. عشق وليد الأول كفنان فوتوغرافي هو اللجوء لصورة الماضي الجميل في مدينة بورسعيد. وأهم ما يميز مدينة بورسعيد الشكل العمراني النادر اللي عمره أكتر من 100 سنة في بعض الأبنية. البيوت اللي وجودها أصبح رمز ودلالة على فترة ازدهار معماري شارك فيها المصري والأجنبي، وتركوا وراهم أجمل النماذج الفنية في المدينة. الأمر اللي خلى وليد يتبنى توثيق ورصد الحالة المعمارية النادرة، وتحولت القضية جواه إلى قضية هامة جدا، وتحول الفنان بالتالي من مجرد مصور فوتوغرافي لفنان مهموم ومعبأ بفكرة الحفاظ على التراث البورسعيدي اللي بيميز شوارعها وحواريها. Bonjour Pierre. Salam alaikum. Bonjour. Alaykoum salam. Bonjour monsieur. Marhaba, bienvenue. Monsieur Pierre, the director of Alliance Française. Moudir, Alliance Monsieur Française. Abdallah. Enchanté. Enchanté. Bienvenue. Marhaba à l'Alliance Française. يلا نخش المعرض. Pour l'exposition de monsieur Walid. هو ده المعرض اللي انت حكيت لي عليه. تمام. ده معرض اسمه بورسعيد تراث نحميه. لان بورسعيد من الناحيه المعماريه كان ليها تاريخ يعني مزدهر جدا، لان هي بورسعيد كلها زمانها 150 سنه. بس اللي حصل ان هو بعد افتتاح قناه السويس ان البلد بقى فيها جاليات كثيره جدا، فده تاثر بيه التراث المعماري بتاع بورسعيد. فنلاقي هنا يعني مثلا ده شغل بورفؤاد، دي الفيلات هيئه قناه السويس اللي اتعملت على الطراز الفرنسي. الصوره دي دي اسمها الترسينه اللي كانت بتشتهر بيها بورسعيد. الترسين دي كانت طبعا بتتعمل بالخشب وفيها الطراز اللي هو الشرقي شويه. الملاحظ بقى ان الترسينات كان فيه في بورسعيد حي العرب وكان فيه حي الافرنج. حي العرب اللي كان بيسكنوا المصريين والعربيين، والافرنج معظمهم جاليات اجنبيه. فتلاقي الترسينه بتاعت حي الافرنج تختلف عن حي العرب، ان دي مفتوحه شويه بتاعت الافرنج، بتاعت العرب تبقى مقفوله عشان العادات والست تبص من شباك صغير وحاجات زي كده هنشوفها في صور ثانيه. ده ستايل اسمه ارديكو اللي هو فتره الثلاثينات والاربعينات، اللي هو ستايل ايطالياني اصلا في حي الافرنج. دي بلكونات طويله شويه مختلفه عن ومكشوفه. دي بالظبط، دي برضو في حي الافرنج. دي العمارات دي اتعملت في القرن ال 19 في اخر القرن ال 19، ودي عماره هنشوفها برضو في صوره ثانيه بحجمها كبير من اقدم العمارات في بورسعيد بالحجاره، سنه 1885 معموله. عندك فكره ليه يعني هو اللي يميز الصوره دي مثلا البلكونه المشتركه الطويله اللي هي الخشب؟ ليه البلكونات كانت بالخشب الاول؟ ثاني حاجه يعني الشكل المميز فيها قوي كده اللي فيها خصوصيه بورسعيد. هو الستايل بتاع بورسعيد هو ستايل بنقول عليه ميديترينيان في العماره، ستايل بحر متوسط، فبيجمع الخشب كتير فيه. وبالمناسبه دي في معلومه علميه مؤكده ان بورسعيد دلوقتي البلد الوحيد في العالم اللي فيه عمارات بالخشب تعدت الثلاث واربع وخمس ادوار، المكان الوحيد في العالم بالشكل ده، وده يعني ايه بيقولوا قيمه التراث البورسعيدي. فالعمارات دي اصلا الشغل ده شغل جريك، شغل يوناني. الصوره دي البوست فرانسيز اللي هي البوسطه الفرنسيه. زمان كان في غير البوسطه المصريه كان في بوسطه انجليزيه وفي بوسطه فرنسيه اللي هي بتحرص على نقل الطرود الخاصه بالجاليه الفرنسيه اللي هي كانت كبيره في بورسعيد. البوسطه الفرنسيه دي مبنى معمول سنه 1880 والحمد لله هو اتحفظ كاثر يعني دلوقتي. 1880 ده صوره مميزه قوي. برضو دي في حي الافرنج. البيوت الخشب اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي بتتعدى البيوت الخشب اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي بتتعدى الاربع والخمس ادوار، اللي هي اللي ما فيش غيرها في العالم غير في بورسعيد دلوقتي. الصوره دي انت لاعب في الالوان شويه ولا لا هي الاضاءه الشمس وكده. دي بقى اللي بقول لك عليها المشربيات اللي هي الترسينات بتاعت حي العرب. لاحظت انها مقفله وحاجات بالشكل ده تختلف يعني على الجو التاني. هل انت شايف النهارده يعني في جهود مبذوله فعلا للحفاظ على الشكل والتصميم ده، وحد لو حابب يبني جديد ممكن يستخدم التصميم القديم ده ولا خلاص اندثرت تماما؟ للاسف هو مفيش عنايه ومفيش ترميم، وده اللي احنا بننادي بيه. فكره ان يبني جديد يبني بنفس الستايل دي من الافكار المطروحه،
يعني احنا بس مش عايزين نحافظ على القديم، لا عايزين يبقى في نسق موحد للمدينه، اما يبني جديد يبقى المدينه في تناسق عمراني ليها كلها ككل يعني. دي طبعا ابيض واسود، وهتقول لي ليه بقى عملتها ابيض واسود؟ الابيض واسود بيبقى ليه طعم تاني كده في حاجات، في صور معينه واخد بالك، بيبقى ليه تون يعني كده مؤثر شويه، بس مشيش مع كل الصور يعني، في صور وصور. هنا طبعا برضو ابيض واسود فوق، واضح ان هي اكتر حوالي 3 أو 4 ادوار. نفس الستايل اللي بقول لك عليه، اللي هو الخاص بحي الافرنج. على فكره الشقه دي مساحتها جباره جدا يعني. يعني كان زمان الموضوع يختلف تماما عن الوقت يعني. انت الصور كلها بشكل عام حي الافرنج وحي العرب وبور فؤاد. وبور فؤاد دي هي بورسعيد القديمه يعني. بورسعيد القديمه يعني بور فؤاد فتحت سنه 26 وكان كلها فيلات يعني. بور فؤاد يقول لك وانت راكب المعديه تشم ريحه الياسمين جايه عليك، كلها فيلل. بس دي من اجمل الصور اللي عندك، لانه تقريبا فيها يعني فيها روح، فيها وجه امراه وسيده، فيها انسان. هي انا خدتها في حي العرب، والفكره ان نشوف البيت يعني مهترئ ازاي، وهي فعلا الست كانها جزء من هذا الاهتراء اللي في البيت برضه، هي شكلها مهترئ وكده، ودي صوره اخذت جوائز يعني. وليد، انت فلسفتك في التقاط الصوره علشان تقدر تجسد روح المكان، بتعمل ايه بالظبط او بتبقى مهتم بايه؟ مهتم ان انا اظبط الايقاع الداخلي اللي جوايا انا كفنان يعني. مش في اي وقت امسك الكاميرا وانزل اصور، في ايقاع جوايا وقت ما احس فعلا ان انا عايز انتج وبحاجه معينه لوحدي بتجه ليها. تظبيط الموضوع ده مع نفسي هو دي اللعبه. تمام، فبطلع اللي جوايا، اقدر اطلع اللي جوايا، واوقات كتير ابعد عن الكاميرا. فهي مش واجب انا بعمله في اي وقت، لا هو مرتبط باحساس معين وبحاله عامه انا عايشها. نوع الكاميرات اللي انت بتستخدمها، هل هي الكاميرات القديمه لسه اللي فيها تحميض ولا الديجيتال؟ لا ديجيتال. ديجيتال اسمها ديجيتال SLR يعني. طيب وريني الصور دي دي مختلفه خالص. دي ستايل برضو اللي هو بتاع شارع الجمهوريه في حي الافرنج، من الحاجات القديمه قوي. بورسعيد تتميز بالبواكي يعني. البواكي دي شهيره فيها جدا. البواكي اللي هي الارشز دي. تمام، يعني لدرجه في ناس بتقول ان بواكي بورسعيد احلى من بواكي باريس يعني. الفرنساويين نفسهم بيقولوا كده يعني. تمام، ده بيت من البيوت المهدده حاليا بانها تتهد. البيت ده كان مركز لليونانيين في بورسعيد، واتعمل برضه سنه 1880، وبيت عظيم جدا، وفي ناحيه شرف حجريه وناحيه شرف خشبيه وحاجه ضخمه جدا. وعلى البواكي بتاعته في تماثيل للناس اليونانيين اللي عملوه. البيوت العظيمه جدا اللي احنا بنكافح اللي احنا نمنع هدمها يعني. صحيح ان فيه تراجع في جماليات الهندسه المعماريه بشكل عام، ويمكن ده من اهم الاسباب اللي خلت وليد يرصد ما تبقى من جماليات هندسيه ومعايير فنيه في ابنيه بورسعيد. الامر محتاج لعدسه فنان مثقف وبتغلب عليه روح الهوايه قبل الاحتراف، علشان يساهم في اعاده كتابه تاريخ مدينه من خلال الصورة. 68 قبل افتح قناه بسنه واحده يعني. عندي صور القناه ده لوحده، الفنار ده لوحده واقف ومفيش حاجه في البلد تانية. فهو اثر. وكان زمان في البليه دي كانت تطلع وتنزل بمواعيد حسب مواعيد الراحه بتاعت عمال المينا. فكان يقول لك البليه فوق والبليه تحت. كانت تعبيرات دارجه في المينا. كانت تعبيرات ظريفه جدا. وكان زمان اهالينا بيطلعوا رحلات فوق الفنار ده، والاجانب بيطلعوا رحلات يتفرجوا على بورسعيد كلها وقت ما كانش في حاجه اعلى منه. في برضه مشكله دلوقتي اللي هو حواليه بنى عماير عاليه، ابراج، فدارت على الفنار طبعا، بوظت منظر المينا وحاجه زي كده يعني. وليد، عندك كام سنه؟ انا 36. اهتمامك بفكره الزمن ده من زمان بيشغلك ولا دي مرحله معينه؟ اصل لا، هي انا من فتره طويله مهتم بالتاريخ ومهتم بالادب قبل ما اخش في التصوير يعني. من الكلام ده من اكتر من 15 سنه. فانا في موضوع الادب والفكر وفي الحاجات دي، فطبيعي ان انا ارتبط بالحاجات التاريخيه يعني. طيب نخش بقى على الصور دي. انت هنا ابتديت تخش بقى من او تطلع من صور البيوت والشرف والشوارع بقى. احكي لي بقى عن الشارع ده الشارع ده عند جنينه اسمها جنينه فريال. وجنينه فريال دي كانت زمان حاجه اسمها سبورتنج كلوب للاجانب، كان نادي رياضي. والمنطقه دي كانت من ارقى الاماكن في بورسعيد، وكان يسكنها الاجانب فقط. بورسعيد كان فيها جاليه يونانيه كبيره جدا، كانت توصل ل 12000 واحد. كان فيها جاليه مالطيه كبيره جدا برضو بتوصل ل 8000. وكان فيها الفرنسيه والانجليزيه طبعا انا قلت لك اليونانيه يعني. كان فيها جاليات اجنبيه كتيره جدا كلها بتعمل في قناه السويس.
فهم كانوا كلهم بيسكنوا الاماكن دي. ففعلا كانت الحياه هنا لما تشوف الصور القديمه كمحلات كشركات اكنك ماشي في بره، لان اليافط كلها اجنبيه، وكان بينعكس على الحياه بقى كلها، يعني ستايل كان غربي يعني. ده تصميم لواجهات مختلفه بقى، انا شايف انه هنا حتى في الوان ده مختلف عن ده شغل اللي هو من المباني اللي اتعملت في بدايه بعد افتتاح القناه باعوام بسيطه على قناه السويس. المباني دي هنا طبعا لحظه زمنيه معينه جميله جدا عامله. هو تشكيل الوان طبعا ده في رمضان، والفانوس بتاع رمضان وقت الغروب، فشكلنا يعني بيه جو مع برضه مع الشرف القديمه والبيوت القديمه، جو برتقاني كده. ده مبنى قديم، ده مبنى ايه؟ دي فيلا اسمها فيلا لوريس. تمام، فيلا ايطالي اصلا. الاهم منها ده مبنى الكاتدرال الايطالي برضو، ده كاتدرائيه ضخمه جدا اتعملت سنه 35، معموله بالفسيفساء من الداخل. جابوا فنانين ايطاليين في وقتها متخصصين في عمل الكنائس، يعني حاجه تحفه معماريه. احنا هنا بنرجع لموضوع المعرض الاولاني. الشرف الخشبيه. بالظبط كده، بالظبط كده. في هنا الهوتيل ناسيونال. هوتيل ناسيونال دوت اول فندق اتعمل في بورسعيد، اتعمل برضه في ثمانينات القرن ال19، وعباره عن مربع كبير جدا. على فكره اتصور فيه مشهور، يعني هو صور فيه فيلم المشبوه بتاع عادل امام. في مشروع يعني لترميمه من فرنسا حاليا يعني. دي البوست فرانسيز اللي اتكلمنا عليها، البوسطه الفرنساوي قلت لك عليها برضه. تمام، بقى لها برضه حوالي 120 سنه. الله. دي ما تنفعش الا بلاك اند وايت. انت بتقول لي بلاك اند وايت ليه؟ دي ما تنفعش الا بلاك اند وايت. ليه؟ ما اقول لك انا بحسها كده. ده شغل برضه بلاك اند وايت. تمام. بس هنا بقى اضيفت للشرف الخشبيه ازاز. ايوه بس تحس انها من النسيج نفسه، يعني رغم انها حديثه يعني شويه. مفيش من النسيج، لانها معموله بتلقائيه شعبيه يعني. هنا المبنى ده القنصليه الامريكيه، برضو عدى ال 100 سنه، ومن الاثار ومن حرم الفنار هو. تمام. ده شغل برضو الستايل بتاع بورسعيد. العماره دي فين؟ في اي شارع؟ العماره دي شارع اسمه منفيس. شارع منفيس. في بعد شارع المينا على طول، بعد شارع المينا. الكاميرا زي عين الانسان، كل ما تبص تاني، وكل ما تشوف تاني. واجمل ما في الحياة لا يمكن تعرفه الا اذا شفته بعينك او صورت صورة واحتفظت بيها. وليد بيحب بلده ومغرم بشكل البيوت وملامح الناس. اكيد في اكتر من وليد في بورسعيد، ونادي الكاميرا يأكد كلامي. والفن المصحوب برسالة بيوصل وبيعيش في شوارع بورسعيد وفوق سطح القناة وفي قلب اي انسان.